يبهج وقوات حماية وحدات حماية المرأة أصبحت منبع إلهام لكل نساء العالم، وهذه حقيقة العالم كله يعرفها. الآن تخوض المرأة على تراب شمال شرق سوريا حربا ضريرا صراحة، ونحن الآن نمر في مراحل صعبة. حماية المرأة أصبحت منبع إلهام لكل نساء العالم، وهذه حقيقة العالم أعتقد هناك مشكلة الآن تخوض المرأة على تراب نساء العالم، وهذه حقيقة العالم أعتقد هناك مشكلة الآن تخوض المرأة. هل تسمعيني؟ وهذه حقيقة نعم، نعتذر، كان هناك عطل تقني. تفضلي. مثل ما قلنا بأن المرأة تخوض على تراب شمال شرق سوريا حربا ضريرا، وهذا الحرب يستمر حتى هذه اللحظة. فمقاتلاتنا حتى الآن يتخذن أماكنهن في جبهات القتال، مستعدون لمستعدات لأي هجوم محتمل. فعلى هذا التراب نستطيع القول بأن المقاومة مستمرة، وأن النساء من المكونات السورية بشكل عام كلهن يدا بيد يحاولن القضاء على الذهنية الذكورية الموجودة حتى تحقيق العدالة، حتى تحقيق السلام، حتى تحقيق ركائز الأمة الديمقراطية من العدالة والأمن والسلام. فقدمت خلال هذا المرحلة الطويلة قدمت يبهج كوكبة من الشهيدات البطلات من الكرد والعرب والأرمن والسوريان والتركمان، ومناضلات أمميات. هذه المناضلات قمنا بالدفاع عن المناطق والقرى دون التفريق بين انتماءات أهلهم. فضمن هذا النضال، وبدون أن يتم التفرقة بين المذاهب والإثنيات والعقائد والأديان، اتحدت المرأة تحت سقف شعار واحد في العالم أجمع، تحت سقف شعار الحياة، المرأة، الحرية، جنجيان آزادي، والتي أصبحت شعار عالمي لكل نساء في العالم. فنحن هدفنا الأساسي في هذه المرحلة وفي هذه المرحلة وفي ضمن إطار ركائز الأمة الديمقراطية، نحاول ودائما أن نحارب كل القوى المعادية للإنسانية. فخير مثال نستطيع القول خير مثال على النساء اللواتي اتحدنا تحت سقف واحد من كل المكونات الموجودة على أرض سوريا، مثل الرفيقة روجداء منبج، والرفيقة هبون العربيات، الرفيقة هيلين البريطانية التي استشهدت في فرين، الرفيقة إيفانا هوفمان الألمانية التي استشهدت في كوباني، وليغارين الأرجنتينية التي استشهدت بحسكة. فكل هذه التنوع الثقافي، كل هذا التنوع من الأرمن والكرد والعرب والنساء الأمميات التي ناضلن وتناضلن لأجل حرية، لأجل مستقبل حر وبناء مجتمع حر، يعني يكونن مع بعضهن قوة عالمية لا أحد يستطيع أن يواجهها. فنحن
كقوات حماية المرأة واثقين وواثقات وعلى ثقة تامة بأننا لن يعني من خلال هذا النضال المرير لن تثنى عزيمتنا، وبهذا بحلول هذا العام الجديد عام 2023 نحن على أتم الثقة أننا واثقين من أنفسنا بأننا سنقاوم، سنصر على بناء حياة حر حول مفهوم الأمة الديمقراطية التي محورها المرأة. سنصر دائما ونقاوم على اتحاد توحيد النساء، اتحاد النساء عالميا. وهناك أمثلة مثل ما قدمناها، هناك أمثلة تثبت هذا الوحدة النسائية العالمية التي الآن تسير تحت شعار جنجيان آزادي، ومفتخرين حقيقة بهذا التطور والتقدم والخطوات العظيمة التي قدمتها أو تقدمت بها المرأة. يعني مفتخرين بهذه الخطوات وواثقين بأننا سنستمر معا يدا واحدا. المرأة كانت معاناتها واحدة على مر التاريخ، وأهدافهن الآن واحدة، وشعارهن الآن واحدة، جنجيان آزادي. وسنستمر ونناضل حتى تحقيق حياة حرة، حتى تحقيق وترسيخ ركائز الأمة الديمقراطية. وكلنا ثقة بكل مكونات النساء السوريات الموجودة، بكل المكونات الموجودة بسوريا، وحتى النساء الموجودات بكل العالم، بأننا سنصل معا إلى تحقيق حياة حرة وبناء الأمة الديمقراطية. شكرا جزيلا رفيقة بيان عفرين القيادية في وحدات حماية المرأة. تطرقت الرفيقة بيان إلى العديد من النقاط المحورية التي استندت على مبادئ ثقافة الأمة الديمقراطية، والتي ظهرت مع ثورة المرأة في روجافا لأول مرة. ارتباطا بهذا ندعو الرفيقة أمل دادا لتنضم إلى هذا السؤال. تفضلي رفيقة أمل. السلام عليكم، مساء الخير بداية لكل الرفيقات المشاركات بهذه الندوة، وكل الشكر للرفيقات اللواتي قمنا بإعداد لمثل هذه الندوة الرقمية عبر منصة زوم، والتي تميزت بالتنوع وضمت كل المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا. فعلا هذا مكتسب نفتخر به. بداية أود التحدث عن دور المرأة في ظل الأنظمة السابقة في العقود الماضية، حيث كان دور المرأة مقتصراً على تربية الأولاد والإنجاب، وبعيدة كل البعد عن الحياة الاجتماعية والحياة الثقافية والحياة العملية، وخاصة الحياة السياسية. كانت اللواتي مارسن السياسة في مناطقنا ربما لا يتجاوز عددهن الواحدة أو الاثنان. طبعا كل هذه كانت سياسات متبعة، سياسات لتهميش دور المرأة، ولكي لا أو نستطيع أن نقول أن عدم تمثيل المرأة دورها في المجتمع كان هذا باعتقادي هو دليل على التخلف واستبداد هذه المجتمعات. كون المرأة هي تشكل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، وهي عنصر أساسي بإحداث عملية التغيير في كل المجتمعات، ولكن مع الأسف في مجتمعاتنا كانت مهمشة وليس لها أي دور سوى كما ذكرت بتربية الأطفال وبعض الوظائف الإدارية في المؤسسات. ولكن مع بداية الحراك الشعبي في سوريا بعام 2011 وانطلاق الثورة وانطلاق ثورة روجافا في شمال وشرق سوريا، هناك حدث انتقال نوعي، وكانت هي الثورة الحقيقية التي قامت بجهود المرأة ولعبت بها المرأة الكردية دورا محوريا
بهذا التحول والتغيير، وانعكس هذا التحول على كل النساء المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا. طبعا فتحت المجال أمام المكونات الأخرى ليلعبن دورهن الأساسي ضمن هذا المجتمع، لأن أي عملية تغيير بالبداية يجب أن تنطلق من المرأة، لأنها هي محور الحياة وهي العنصر المؤثر، كونها هي اللبنة الأساسية بأي مجتمع. ففي حسب مفهوم الأمة الديمقراطية تشكل المرأة هي كما ذكرت لكم المحور الأساسي لتغيير المجتمعات وقيادة الثورات. وانطلاقة هذه الثورة غيرت مسار الحركات النسوية، وأصبح هناك نشاط على كل المستويات. فدخلت المرأة المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال العسكري. يعني هذا مفهوم جديد. في البدايات نعلم جيدا أن المرأة كانت مقتصرة على بعض الوظائف، ولكن دخولها في المجال العسكري كانت هي مع بداية انطلاقة هذه الثورة، ولعبت دور محوري بهذا المجال، حيث دخلت في مجال وحدات حماية المرأة وفي المرور وفي الأساييش الأمن الداخلي. هذه من ناحية. الناحية الأخرى بالمجال الاقتصادي، يعني فهناك الكثير من التنظيمات النسوية والمؤسسات عملت على استقلالية المرأة من حيث تطويرها من الناحية الاقتصادية وتقديم المشاريع الصغيرة التي تدعم المرأة. عندما تكون المرأة مستقلة اقتصاديا فهذا يعني أنها ستخلص من تبعيتها للرجل ويكون لها قرار حر بممارسة حياتها. أما بالمجال السياسي فهناك العديد من النساء وصلنا لمرحلة جيدة. هذا ما نراه بنموذج الإدارة الذاتية، حيث مع انطلاق نظام الرئاسة المشتركة وأخذ المرأة دورها جنبا إلى جنب مع الرجل، لعبت دور مهم بقيادة المرحلة، وأن تكون في مراكز صنع القرار وتشارك بصنع القرارات التي نحاول من خلالها رسم خارطة طريق جديدة لحل الأزمة السورية. طبعا المكونات الأخرى كما نعلم في ظل الأنظمة السابقة تعرضت للكثير من الصهر ومحاولة الدمج والتماهي مع المجتمع الموجود وممارسة اللون الواحد والعلم الواحد والقومية الواحدة، وتم صهر تقريبا كل المكونات الأخرى ضمن هذه المنطقة. ولكن ذكرت لكم مع انطلاقة هذه الثورة ظهرت المكونات بثقافتها، وشاركنا النساء سواء التركمانيات أو الشركسيات أو الأرمنيات أو السريانيات، وشاركنا بكل مفاصل الإدارة ولعبنا دورا مهما في هذه المرحلة. هذه من ناحية. الناحية الأخرى انخراط المرأة بشؤون التنمية والبناء بنحو فعال وحيوي ستكون بمثابة قوة ديناميكية داعمة للتطور والتحول ووحدة المكونات الموجودة. أصبح هناك لا يوجد فرق إن كانت ممثل أي مكون إن كانت أنثى أو ذكر. يعني هذه أيضا من مكتسبات هذه الثورة. فمثلا أنا كامرأة تركمانية أمثل مكوني ضمن هذه المنظومة الإدارية أو ضمن هذه الإدارة، وبالمقابل أيضا هناك نساء سوريانيات وأرمنيات وشركسيات. يعني من خلال هذه الوحدة تجاوزنا الكثير من العقبات، وأصبح للمرأة تمثيل مثلها مثل الرجل، يعني انتقال نوعي لحد بعيد من امرأة فقط محصورة في المنزل وبعض الأعمال الإدارية إلى امرأة تمثل مكونها وامرأة تشارك بكل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية. طبعا هذه المكتسبات كما ذكرت الرفيقة كان ثمنها غاليا جدا،
وكان الثمن الباهظ دفعته هي المرأة، لأن حالات التهجير والنزوح والحروب دائما المرأة هي كان عليها العبء الأكبر، فكانت هي الأم والأخت والزوجة للشهيد، وفي أحيان كثيرة كانت هي الشهيدة. طبعا ونحن كمكونات ونساء شمال وشرق سوريا سنعمل بكل جهودنا وطاقاتنا للمحافظة على هذه المكتسبات والمحافظة على هذه الوحدة وإحراز المزيد من التقدم، لأنه ما زال أمامنا المزيد من الأمور التي يجب أن نصل إليها. لا نريد أن ندخل في نشوة الانتصار ونقول أننا حققنا الكثير، ما زال أمامنا الكثير جدا لنحققه ونعمل عليه، لأن ما زالت أزمتنا مستمرة، ما زالت الجهات الاحتلالية أو القوى الاستعمارية ما زالت تتربص بنا، فطريقنا ما زال طويلا. فنحن كنساء من خلال مؤسساتنا، من خلال عملنا بالمجال السياسي، نعمل على توحيد القوى وتصعيد النضال ضد هذه الحركات، لأن ما حققناه خلال هذه الفترات أو خلال هذا العقد من الزمن هو ما لم تحصل عليه الكثير من النساء، رغم أنه أصبح هناك أيضا ثورات في الدول الأخرى، مثل النساء الأمازيغيات. ما زلنا رغم أن ظهرت هناك في دول المغرب العربي ثورات، ولكنها مع الأسف لم يحصلن على الدور الذي أو المجال الذي نحن حصلنا عليه كي يدافعنا، كونهن أيضا أقليات ومثل القبطيات في مصر. فهذا يعني أننا نحن في كما يقولون في المقدمة، ثورتنا أتاحت لنا وفتحت لنا المجال لنكون في مكان ريادي وقيادي ونمارس دورنا في صنع القرارات وقيادة هذا المجتمع، لأن محور المجتمع هي المرأة، وهي التي تستطيع بجهودها وبذهنيتها وكونها هي كانت الأم والأم توحد هذه القوى وتدعم هذا المشروع ليصل ويكون خارطة الطريق لكل سوريا. وشكرا لكم. شكرا لك رفيقة أمل دادا من مركز مسد في الرقة. الآن نتوجه إلى رفيقة أمينة أوسي، نائبة الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. في هذه المرحلة التي تركت الثورة خلفها أكثر من عقد من النضال، وبالتزامن مع الطليعة الناجحة للنساء في شمال وشرق سوريا في إطار الخارطة النسوية، والتي تهدف القضاء على كافة السياسات الشوفينية التي كانت تجزئها وتخلق شروخاً وانقسامات بين المرأة والمجتمع والمرأة والرجل ضمن الإطار الذهني وغياب العدالة الاجتماعية. كيف تقيمون هذه المكتسبات والتي خلقت الأمل لحياة ندية من جديد؟ تفضلي رفيقة أمينة. مساء الخير بجميع الزميلات المتواجدات عبر هذا البرنامج. أغلب الزميلات تطرقوا على دور المرأة التي تفاعلت مع بداية الثورة بشرق سوريا. يتم نقاشها عن الأنظمة الاستبدادية، فيأتي على بال الجميع أحيانا نغلط ونسميها بثورات، إنما بالحقيقة فهي كانت حراك سياسي لا أكثر، ونتيجته لهذا الحراك جر إلى أجندات المعادية لديمقراطية سوريا. أما بشمال وشرق نقول بظل الأنظمة الشمولية والاستبدادية، فالمرأة الكردية لم تعاني فقط كأنها نسبة إلى هويتها القومية، إنما كجنس عانت، وبنفس الوقت كهويتها القومية عانت. فمعاناة المرأة
الكردية كانت فلذلك طبعا الأنظمة الاستبدادية والقوموية بالشرق الأوسط بشكل عام عندما نتعمم في تاريخهم فجميعها متشابهة. الاستبداد، اللون الواحد اللي تنافي خصوصية المرأة اللي دائما طموحها أو تكون طموحها الأكبر بالتغيير أو حتى بالتوافق والسلام والأمن. ولكن بالحقيقة دعونا نقول بشكل ممنهج جميع هذه الأنظمة القومية حاولت وبكل جهودها أن تجعل هذا المجتمع تفقد للأسس المقاومة أو المشاركة الكل بالتساوي مع بعض في البناء. وكانت أكثر من عانت من هذه المشكلة فكانت المرأة. طبعا عندما أقول المرأة فهنا أقصد المرأة بشكل عام بغض النظر عن قوميتها أو هويتها. فالمرأة بسوريا بشكل عام بظل الأنظمة الشمولية القائمة نظام البعث فعانت الكثير، فإن أعطوا لها المجال فكانت المجال محدد بحيث تحاصر كل الطاقات المرأة الطامحة بالتغيير بزاوية ضيقة جدا، مجرد موظفة، مجرد عاملة، مجرد وظيفتها هي التربية فقط للجيل الذي يلزم هذا النظام أو خدمة هذا النظام. فلذلك بظل الأنظمة الشمولية عندما تبدأ أو الحركات بالتغيير فيتطلب فعلا انطلاقة قوية، والانطلاقة القوية روجافا وشمال وشرق سوريا جاءت من المعاناة المضاعفة لأي مرأة أخرى بالدول الأخرى. فلذلك لم يتم تناول قضية المرأة يوما بأنها قضية ويتطلب حلها ويتطلب وضع قوانين بحيث تضمن حقوق رفيقة أمينة تسمعيننا؟ فلذلك المرأة دائما مثل ما ذكرت زميلتي فكانت وظائفها محددة، إن كانت بمراكز الدولة أو إن كانت بالعائلة. فلذلك فأنا لا أقيمها في شرق سوريا، هي المجتمع بأكمله. وعندما بدأت المرأة بأن ترفع رأسها أو أن تطالب حقوقها أو أن تثبت نفسها بأنها إنسانة بإمكانها المشاركة بالمجال السياسي والدبلوماسي والعسكري والإداري، وكافحنا من أجل إثبات وجودنا بهذه المجالات. فالمرأة حتى بالمجال الإداري أغلب الزميلات المتواجدات بهذا الندوة على اطلاع بأنه كيف تم استهداف المرأة العاملة بالمؤسسات الإدارة الذاتية. فبكل المحاولات حاولت أن تزرع هذا النظام بعقول المرأة بأنك عربية والأخرى تركمانية والباقي سريانية أو آشورية، فليست لك علاقة بهذه الثورة أو ليست لك أي مشكلة حتى تقاومي أو تعمل جاهدا للانضمام. العقلية التي رسخت بعقول كل مكونات شمال وشرق سوريا، فإن كنت تسأل عربيا عن كردي فكان مباشرة يأتي على باله أنه انفصالي ويطمح بتقسيم بلدي. وعندما كنت تسأل كرديا عن عربي فكان يقول بأنه غدار وخائن وسوف لا تستطيع أن تؤمن به. وبنفس المفهوم التي ترسخت بشكل عام كانت لها انعكاسات حتى على واقع المرأة. فبكل الإمكانيات حاولوا أن تكون هذا المفهوم راسخا حتى بعقول المرأة، رغم بأن خصوصيات المرأة الطبيعية كانت تنافي هذه المفاهيم العنصرية، هذه المفاهيم العنصرية على أساس القومي، على أساس الجنس وما غيرها.
فلذلك ببداية الثورة شمال وشرق سوريا كان للمرأة بروجافا شعار واحد: توحدنا انتصرنا. لأنه هذا المبدأ الديالكتيكي القوي، يعني عندما تقول عودة واحدة تستطيع بكل سهولة كسرها، بس عندما تكون حزنا من العيدان فمن الصعب كسرها. فلذلك كمبادئ أساسية اللي تم اتخاذها أساس ببداية الثورة، أولا نزع المفهوم العنصري المترسخ بعقول مكونات شمال وشرق سوريا والمفاهيم الخاطئة اتجاه بعضهم لبعض التي كان النظام يستغلها ويحرض الشعوب على بعضها، وتحرض بنفس المرأة وتبقى المرأة بعيدة عن بعضها. بنفس الوقت بتطوير الدبلوماسية المجتمعية وتطوير العلاقة على أساس التكامل. بنفس الوقت عندما المكون أو حتى خلونا نقول شمال وشرق سوريا بعدما تكاتفت، بعدما توحدت، دعونا نقول مكونات شمال وشرق سوريا على رؤية سياسية واحدة بأننا لا يمكن مواجهة هذا العدو إن كان خارجي أو النظام الذي نطالب بتغييره إلا إذا تكاتفنا مع بعض. فالمرأة أيضا اقتنع هذا النظام فيتطلب التقارب والتوحد مع توحيد صفوفها بغض النظر عن قوميتها وهويتها. ثانيا المرأة بقناعة المرأة أو المفهوم الذي اقتنع فيه المرأة بأنها سوف تلعب الدور الريادي في التغيير، يعني ستكون الركيزة الأساسية لنجاح المشروع، للقيام بالتغيير ولضمان المكتسبات التي تحققت، وبنفس الوقت سوف تساهم بترسيخ النظام الديمقراطي بشمال وشرق سوريا. المبدأ الآخر اللي دائما عم نركز عليها بالتأكيد مجتمع منظم أخلاقي أكولوجي، فيتطلب تلقائيا وجود آلية دفاعية قوية تدافع عن هذا التنظيم أو هذا المجتمع المنظم. فلذلك الهجمات كانت ببدايات الثورة، دعونا نقول، لم تكن هجمات خفيفة، إنما كان الجميع متفقين ما دام هنالك ثورة والشمعة التي تضيء أمام هذه الثورة هي المرأة، كل قوتهم إخماد هذا الشمعة التي تنير طريق الثورة التي بدأت بها أبناء شمال وشرق سوريا. فلذلك دائما نقول حتى على مستوى ضيق، دعونا نقول على مستوى العائلة، فإن لعبت الأم الدور الإيجابي بالتوافق مع أبنائها فتستطيع بإمكانها أن تجعل هذه العائلة متكاملة بدون مشاكل. وإن لم تكن المرأة الواعية التي تستطيع التوجيه وإدارة بالشكل الصح، فتلقائيا ضمن هذه الخلية الصغيرة اللي هو عائلة تصير مئات المشاكل. فما بالكم نحن نتحدث عن مجتمع، وبهذا المجتمع وجود مختلف المكونات إن كان كردي عربي سورياني آشوري. لذلك إدارة مشاركة الممثلين الجميع بالإدارة الذاتية ولعبهم دورهم، فهذا وإلى جانب وجود وحدات حماية المرأة التي ألفتت أنظار العالم أجمعوا على قوة المرأة وعلى الجرأة التي أبدأتها المرأة الكردية أولا، وبانضمام المرأة العربية والسريانية ومن المكونات الأخرى، فألفتت أنظار العالم أجمع بأنه فعلا شمال وشرق سوريا المرأة تقود الثورة والمرأة تلعب الدور الريادي، إلى جانب الجانب الاجتماعي اللي هو مشاركته بالإدارة بالرئاسة المشتركة، بلعب دورها بتنظيم صفوف المرأة، والمشاركة بكافة المؤسسات المعنية بإدارة شؤون المجتمع.
فلذلك استهداف المرأة دائما أنا مقتنعة بهذا الكلام. فيمكن أغلب الزميلات ما زالوا يتذكرون عندما طلع أردوغان ب 2014-15 بشعار براق ألفت الجميع، فقال: إن أردتم ضرب مجتمع فاضربوا المرأة أولا. يعني إذا أردت إفشال مشروع ديمقراطي إن كان بالداخل أو خارج تعادي مصالحك، فاضرب المرأة أولا فيها، بقصد بحيث اضرب المرأة أن تمنعها من لعب دورها بإدارة المجتمع، لعب دورها كركيزة أساسية بالمجال الأمني والمجال العسكري والدبلوماسي، وخاصة هالمجالات الأخيرة التي دائما عندما كان يتم ذكر كلمة الدبلوماسية مباشرة يأتي على عقول الجميع بأنها الساحة التي بإمكان الرجل فقط أن يقوم بهذا العمل، أو السياسة بنفس الوقت. حتى أساس العسكرة كانت أكثر شيء عندما يتم النقاش على الأمور العسكرية، فكانت يأتي على بال الجميع أولا بأن هذه الوظيفة أو هذه الساحة فقط مخصصة للرجال. فثورتنا بشمال وشرق سوريا تمكنا من كسر هذا المفهوم بأن الساحة السياسية والدبلوماسية والعسكرية والإدارية ليس محتكرا على الرجال فقط، إنما الطاقة الإيجابية والخامة الموجودة عند المرأة بشمال وشرق سوريا، تنظيم هذه الطاقة حتما راح تكون نتائج إيجابية، وانعكست على كافة المؤسسات انضمام المرأة بكل طاقاتها، وما زالت قائمة على رأس عملها بكل جدية وبكل التضحية التي تبديها المرأة. فلذلك بالتأكيد عندما بدأت الثورة بريادة المرأة بشمال وشرق سوريا، فكانت لها الصدى والتأثير على الدول المجاورة التي تتعامل مع شعوبها بنفس العقلية الشمولية، وتستبعد المرأة عن كافة المجالات التي بإمكانها أن تلعب دورها بالتغيير. فلذلك صداها كان واضحا بتركيا، الاحتجاجات النسوية المطالبة بحقوقها بشكل مستمر، وعلى نفس النمط العمل بالتكاتف كافة النساء بتركيا ضد السياسات التي تستهدف المرأة أو تتجاوز الحقوق المنصوصة، الحقوق الطبيعية للمرأة. بنفس الوقت فكانت الصداها الأكبر حاليا وما زالت هذه الثورة مشتعلة بقيادة المرأة وبشعار التي رفعتها المرأة بإيران، رغم بأن إيران جميعنا نعرف، وأرجع وأقول عندما نتمعن بتاريخ هذه الدول فيأتي على بالنا بأنها أنظمة ديكتاتورية شمولية أمنية واستبدادية لآخر دقائق بقائهم على السلطة، سيحاولون بكل إمكانياتهم أن يبقوا على السلطة بدون إجراء أي تغيير جذري. ولكن إيران بشكل خاص دعوني أقول، فعندما إيران كموقع بالشرق الأوسط كانت جميع الدول إن كانت إقليمية أو دولية كانت تحسب لإيران 100 حساب قبل أن تتناول أي ملف أو أن تتدخل بشأن إيران. وإذا اليوم بقوة المرأة وريادة المرأة يتم هز أركان هذه الدولة الملالي فهي ليست بقليلة. والمرأة التي ما زالت مستمرة باحتجاجاتها والمطالبة بالتغيير الجذري، دعونا نقول مصدر إلهامها وإصرارها وأنظارها وحتى الشعار التي رفعتها، دعونا نقول هي أيضا مثلما ذكرت زميلتي فيان بأننا اكتسبنا من التجارب المرأة، استفدنا من التجارب المرأة وبطولاتها عبر التاريخ. فثورة الشمال وشرق، ثورة الشرق إيران أيضا دعونا نقول بأنها مصدر إلهامها كانت
شمال وشرق سوريا، والوضع التي تعيشها المرأة بشمال وشرق سوريا. استفادوا من تكاتف المرأة بشمال وشرق سوريا وتوحيد صفوفهم. فالآن نرى بساحات وعلى بالمظاهرات المرأة الكردية والدرزية والمرأة الأزرية والمرأة الفارسية مع بعضهم يحتجون ضد هذا النظام، إلى جانب بأن المرأة نظمت نفسها وفتحت مجال كي تلعب دورها، فهي تحاول أيضا أن تطالب بالتغيير كي يكون لها دور مثل المرأة بشمال وشرق سوريا. فلذلك دعونا نقول القرن 21 دائما نقول بأن بصمة المرأة بالتغيير يجب أن تبصم هذا القرن ببصمة المرأة المناضلة والمضحية في سبيل تحقيق تغيير جذري بالأنظمة التي عانت منها والشعوب أيضا عانت منها، ليست فقط المرأة فقط. يعني دعوني أقول أرجع وأقول معاناة المرأة كانت مضاعفة. فلذلك رغم جميع الإنجازات التي حققناها أو مكتسبات التي حققناها منذ بداية الثورة ولحد الآن، وهذا لا يعني بأنه ليست هنالك تحديات أو ليست هنالك مشاكل، إنما المرأة عندما قامت بريادة الثورة وأخذت أماكنهن في جميع المؤسسات ويلعبن دورهن الريادي، إلى جانب ما زال هنالك وجود للعادات والتقاليد البالية التي تقاوم وتصر أن تقيد المرأة وتجر المرأة إلى موقعها القديم ودورها القديم فقط وتحاصرها من كل الجوانب. فلذلك مثلما هو المطلوب أو كواجب علينا كنساء بشمال وشرق سوريا أن نكون العنصر الفعال بتوحيد الشعوب الموجودة بشمال وشرق سوريا، وأن يكون لنا هذا الدور الإيجابي كي لا يتمكن هذا النظام من خلق أي فتنة وهذه الفتنة تؤدي إلى تشتيت صفوفنا وبكل سهولة، إن كان النظام أو الاحتلال التركي الطامع المتربص بمكتسباتنا، وبين حين وأخرى تهدد بشكل مستمر يستفاد من بقاء مكونات شمال وشرق سوريا متوحدة ومتكاتفة كي تسد هذا الباب التي عندما يحاولون ضرب أي يشتتون شملهم. فلذلك الدور من المرأة بشمال وشرق سوريا أن تبدي هذه الأهمية إلى جانب دورها الخاص، أن تلعب دورها أيضا بالمجال العام، فضروري جدا، إلى جانب بأن ما زالت إن كانت الاحتلال التركي أو النظام السوري أو حتى الإيراني، فبكل المحاولات عندما يحاولون أن يخلقوا فتنة بأي مجتمع فنظرتهم الأساسية أن المرأة ضعيفة بإمكانها بكل سهولة أن يتم استغلالها، أن يتم الاستفادة أو أن يتم استغلالها بنشر الدعايات أو تشويه أو الحرب الخاصة التي تحبط من معنويات المجتمع. فلذلك بالأوان الأخيرة فالنظام عم يحاول استغلال مواقع بالمؤسسات ومحاولة بنفس الوقت حتى بين المجتمع، عندما تحاول أن تسرب أي معلومة أو أن تعمل أي شوشرة أو نشر دعاية كاذبة تؤثر على نفسية المجتمع، فدائما أنظارها تكون موجهة للمرأة بأنها كأنه لدى المرأة هذه العرضية موجودة بإمكان استغلالها والاستفادة منها أو استغلالها لتنفيذ أجنداتها. فلذلك
الواجبات الأساسية بهذه المرحلة دائما نقول الدور الوطني الذي المطلوب من المرأة. فالمرأة لها دور مهم. فإن كانت فعلا المرأة الوطنية ومتمسكة بمكتسباتها حتما لها دور فعال بمنع عملية الهجرة والنزوح. فإن المرأة لم ترغب بخروج ابنها أو سفره إلى أي دولة أخرى فليس بإمكان الرجل أن يعمل أو يخرج أولادهم إلى خارج البلد. فلذلك الدور الوطني الذي المطلوب من المرأة بقاء العائلة متماسكة، بقاء الفئة الشبيبية قائمة بشمال وشرق سوريا بدون دائما يكون أنظاره للخارج كيف يتهرب من هذا الواقع، إنما يلفت أنظاره على واجبه بالدفاع ولعب دوره كقوة أساسية وديناميكية بهذا المجتمع. إلى جانب الواجب الآخر اللي هو التكاتف مع بعضهم لبعض وبوحدتهم أن يساهموا بتحقيق التكاتف أبناء الشمال وشرق سوريا بمختلف مكوناتها، فهي من وظيفة المرأة وواجبها. إلى جانب أن المرأة التي حققت وكان لها هذا الدور بتحقيق هذه المكتسبات أن لا تتخلى عن مكتسباتها بسهولة، وبإمكانها أن تحافظ على هذه المكتسبات في جميع الساحات إن كانت التنظيمية أو الإدارية أو العسكرية أو السياسية أو الدبلوماسية. فلذلك تحديات كبيرة والمهام التي تقع على عاتق المرأة بشمال وشرق سوريا بغض النظر عن قوميتها وهويتها، فهي مهام كبيرة وواجبات ليست بقليلة، لأننا ما زلنا لحد الآن نواجه التهديدات المستمرة من قبل حكومة العدالة والتنمية، من قبل النظام المتمسك بعقليته البعثية الشمولية. فلذلك واجباتنا بالداخل واجبات ليست بقليلة، وأيضا مساهمتنا بمواجهة التحديات خارجيا أيضا ليست بقليلة. فلذلك دائما أقول تجاوزنا مرحلة، ولكن هذا لا يعني بأن المرحلة المقبلة بأنها ستكون سهلة، إنما دائما نحن نقول الطريق المؤدي إلى الحرية مزروعة بالأشواك. فما دمنا طبيعي لنا كنساء بشمال وشرق سوريا الحرية والكرامة، فحتما الطريق المؤدي للحرية والكرامة والتغيير والعدالة والمساواة فهو ليس بطريق سهل، إنما هو طريق مزروع، طريق المؤدي إلى هذه طموحاتنا، فهي مليئة بالأشواك بالصعوبات والمعوقات، ولكن نحن نرجع ونقول بتكاتفنا بوحدتنا كنساء بشمال وشرق سوريا بالتأكيد أمام الإرادة المطالبة بالحرية لا تستطيع أي قوى الصمود، فإن كنا متوحدين منظمين واعيين ومطلعين على مشروعنا الديمقراطي ومرتبطين بمكتسباتنا، فحتما ليس بإمكان أي قوة أن تكون العائق أمام الوصول إلى أهدافنا التي نطالب بها كالمرأة وكأبناء شمال وشرق سوريا بشكل عام. شكرا لك الرفيقة مينا أوسي، نائبة الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. نتوجه الآن إلى الرفيقة نهيد قصبيان، رئيسة اتحاد المرأة الأرمنية. أصبحت المرأة ضمن ثورة روج آفا ثورة المرأة عاملاً استراتيجياً، سواء على صعيد الإدارة، على الصعد المجتمعية الثقافية، وحتى على الصعيد العسكري والدبلوماسي، كما أضحت أيضاً أساساً لإرساء وحماية هذه الثورة في بناء نظام مجتمعي ديمقراطي لا مركزي يتبنى الأسس الإيكولوجية وحرية الجنسين، إلى جانب بناء منظومتها الدفاعية.
كيف تقيمون هذا وكيف سيلعب هذا دورا محوريا في بناء سوريا الجديدة؟ وبالتالي ما انعكاسه على خارطة الحل في سوريا؟ تفضلي. مساء الخير. بداية أرحب بجميع الرفيقات الذين انضموا معنا إلى هذا الحوار الرقمي. طبعا بالحقيقة يعني الحقيقة اللي أمام مرأى العالم هناك عدو يواجه شمال، ليس شمال الشرق السوري فقط، بل يواجه العالم بأسره ويدعم الإرهاب بكل قوته. فالثورة في شمال شرق سوريا لعبت المرأة هي دورها الأساسي. قبل أن نتكلم عن دور المرأة في الثورة في شمال شرق سوريا، في البداية للمرأة ميراث عبر التاريخ في المجتمع الطبيعي. كانت المرأة هي التي تدير الكيلان، وكانت دائما لها نضالات، وكانت تشهد اختراعات كثيرة على يد المرأة. فرغم كل مرور الحضارات والعهد السومري والانكسارات التي حصلت على المرأة، ابتعدت عن طبيعتها، لكن ضمن ذهنية الدولة أيضا لم تلعب المرأة دورها الأساسي كطبيعتها المرأة. لكن في ثورة روج آبا والثورة السورية لعبت المرأة السورية دورا هاما، استطاعت أن تعيد ما فقدته عبر التاريخ من الإدارة. فاستطاعت المرأة أن تدير جميع بكل مكان تواجدها. فاستطاعت المرأة أن تهيئ نفسها عسكريا، سياسيا، اجتماعيا، لعبت كل الأدوار التي كانت تتطلب منها العمل عليها. أكبر قوة ضلالية على وجه الأرض واجهته القوات اليبهجية. وهل الإرهاب هذا كان أكثر شيء كان يخشى من مواجهة اليبهجية أكثر ما كان ما يخشى من مواجهة اليبكي والقصر. طبعا نحن نحيي جميع رفيقاتنا في اليبهجية الذين وقفوا ضد هذه الهجمات. طبعا هذه الهجمات لم تكن فقط على شمال شرق سوريا أو سوريا فقط، بل كان هذا الإرهاب كان يواجه العالم بأسره. لكن استطاعت المرأة السورية دحر هذه القوى الضلالية، واستطاعت أن تعيد هيكليتها، واستطاعت أن تمارس دورها السياسي والطليعي وفي جميع المجالات. نحن الآن أمام مرحلة صعبة، فالعدو دائما يهاجم مناطقنا ووجودنا الآن من جميع المكونات. إذا عدنا إلى التاريخ فالعدو نفسه هو الذي ارتكب مجازر فظيعة بحق هذه المكونات الموجودة. مثلا المكون الكردي لاقى المجازر والإبادات، والمكون الأرمني والسرياني والشركسي واليزيدي، وكلهم لاقوا إبادات من على يد الدولة التركية. طبعا دول العالم التي تتباهى بإنجازاتها التي تقدم وتخدم الإنسانية أما عبر تاريخها، لكن نجد أن تاريخ تركيا لا يوجد سوى غير كلها مجازر وارتكابات وتدمير وقتل ونهب وسلب، وليس لها أي ميراث تاريخي. فقط هي أوجدت حالها على ميراث الشعوب الأخرى. هذه الحقيقة يجب أن نتداركها. اليوم العدو بنفس الذهنية ما زال يهاجم مناطقنا شمال وشرق سوريا، ويحاول أيضا إعادة ارتكاب إبادات بحق الشعوب، ويستهدف المرأة فيها، لأن الحقيقة المرأة هي نواة هذا المجتمع وأساس هذا المجتمع. فالمرأة الحرة تستطيع أن لا أحد يستطيع
أن يقف في وجهها أمام مهما كان قوته. فهي قومية خرجت من المرأة، والوطنية خرجت من المرأة، وكل النضالات كانت هي تقوم بها المرأة. فنحن الآن أمام مرحلة صعبة، علينا أن نتكاتف جميع النساء يدا بيد ونزيد من وتيرة نضالنا لنستطيع دحر هذا العدو وكسره وكسر إرادته. نرى أن المرأة السورية وخاصة المرأة في شمال وشرق سوريا، مثلا قوات اليبهجي واليبكي والقصدة، نجد حتى دول الخارج والدول الأوروبية تتباهى بهذا القوة، لأنها رمز الحرية والنضال والنضال لأجل إبقاء والمحافظة على الشعوب المنطقة. القوات اليبهجية لم تدافع فقط عن الكرد، بل دافعت عن جميع الشعوب المتواجدين في المنطقة. القصد أيضا لم تدافع عن فقط على شمال وشرق سوريا فقط، بل كان هذا الإرهاب يواجه العالم بأسره. فاستطاع هذه القوات دحر هذا الشيء، ونجد أصبحت المرأة السورية وخاصة في شمال وشرق سوريا رمز النضال والحرية، ونجد يتباهون فيها في الدول الأوروبية بارتدائهم الزي العسكري اليبهجي واليبكي والقصد وجميع القوى العسكرية. فهذا يدل على مكانتهم بالمجتمع، ويدل على ما فعلوه من النضال والفداء وعمليات الفداء، كيف قاموا وكسروا وتيرة هذا الإرهاب الكبير الذي واجهوه في شمال وشرق سوريا، والذي واجهته العالم بأسره. نستطيع أن جميع النساء ومن جميع المكونات أن نواجه هذا الخطر بإرادة واحدة، بأهداف واحدة، بشعار واحد. نستطيع كسر إرادة هذا العدو ونواجهه. وأيضا عملنا ليس فقط يكون ضمن شمال وشرق سوريا، بل نستطيع حتى أن نعمل كقوة نسائية حتى داخل سوريا بأسره وخارجه، لأن إرادة النساء لا يستطيع أحد كسرها. واستطاعت المرأة استعادة كل ما فقدته من هذه الثورة. شكرا لك سيدة نهيد قصبيان، رئيسة اتحاد المرأة الأرمنية. نتوجه الآن إلى الرفيقة خود من المكون العربي، خود عيسى العلي، ناطقة باسم تجمع زنوبيا. تستمر الحرب اللا إنسانية لدولة الاحتلال التركي على بلادنا، حيث تستهدف الشعب السوري برمته، ويتم احتلال الأراضي السورية تحت حجج واهية لا صحة ولا اعتبار لها. ما مدى أهمية وحدة الموقف النسوي الذي يحتوي الحس والمسؤولية الوطنية ضد هذه الحرب الوحشية؟ تفضلي. في البداية مساء الخير لجميع الرفيقات اللي انضموا لهذه الندوة. نشكر جميع الرفيقات اللي بادروا بتجهيز هذه الندوة الرقمية. طبعا مشكور كل الجهود لإيصال صوت وآراء المرأة من كافة المكونات في شمال وشرق سوريا إلى العالم أجمع، لكي لا تكون حكرا فقط على النساء في شمال شرق سوريا، إما أن تكون مثالا لجميع النساء، وهذا ما يحدث الآن. ومن أجل هذا الشيء في البداية أود أيضا أن أستذكر شهيداتنا وشهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن نعيش بأمان وسلام وعدالة، وأن تحقق حرية المرأة أيضا. طبعا يسعى الاحتلال التركي كون أصبحت ثورة روجافا هي ثورة المرأة وحرية المرأة لكسر إرادة المرأة عبر اغتيال العديد من الرفيقات وعن
عندما قام الاحتلال التركي طبعا باحتلال أراضينا من عفرين وتل أبيض ورأس العين بعدة حجج واهية مثل ما قلت. طبعا هذه الحجج هي عار على الصحة، ونحن في هذه المناطق عشنا في فترة داعش 4 سنوات، خاصة هنا في المناطق المحررة في منبج وطبقة ورقة ودير الزور. عانينا من داعش وعانينا من ظلم هذا الإرهاب العالمي. طبعا لم يكن هذا الإرهاب يشكل خطرا على أردوغان وعلى حزب العدالة والتنمية. الآن كونه هناك أصبح مشروعا للأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية أيضا، أصبح هذا هو الخطر الأساسي الذي يشكل التهديد الأكبر على أردوغان وسياسته وحزب العدالة والتنمية. من أجل هذا سعى أردوغان لاحتلال الأراضي لضرب مشروع الإدارة الذاتية. ورأينا أيضا به الفترة الأخيرة كيف يتم استهداف الرفيقات المناضلات والرفيقات القياديات في هذه المناطق. أيضا يسعى الاحتلال التركي لكسر إرادة المرأة من هذه الاغتيالات واستشهاد هؤلاء الرفيقات اللواتي استشهدنا، كونهن كان السباقات في دحر هذا الاحتلال في دحر هذا التنظيم الإرهابي. كون هذا التنظيم كانت تدعمه تركيا طيلة هذه الفترات السنوات ال4 التي مضت، لم نرى أي تهديد يشكل على الأمن القومي الذي يدعي الآن أردوغان بأن نحن في الإدارة الذاتية، وقوات قسد تشكل خطر أو تهديد عليها. لم نرى هذا الشيء موجود، على العكس هم يعملون على احتلال أراضينا من أجل مشروع ضرب مشروعنا هنا في هذه المناطق. ولكن باتحادنا بتنظيم المرأة في هذه المناطق نكون نحن سدا منيعا. المرأة أينما كانت هي مناضلة، سواء كانت في الجبهات، في الخطوط الأمامية للجبهات، عسكريا سياسيا تنظيميا، تنظم المرأة نفسها في هذه المناطق في شمال وشرق سوريا لكي نتصدى لأي احتلال على أراضينا. وقد كان هناك لنا عدة مواقف نحن كحركات وتنظيمات نسائية، من بيانات، من مسيرات، من تجهيز المرأة لعدة دورات إسعافية ولا حتى الانتساب. بادرت الكثير من الفتيات للانتساب أيضا لقوات وحدات حماية المرأة التي دافعت عنا. نحن كنساء كنا مهمشين في هذه المناطق، عشنا في البداية من التهميش، وعانينا أيضا من الظلم الفصائل، وعانينا أيضا من إرهاب داعش حيث تم قمعنا. نحن كنساء لم يكن لنا أي إرادة، لم تكن المرأة لها أي تمثيل في هذه المناطق. بعد أن وجدنا في مشروع الإدارة الذاتية ومشروع الأمة الديمقراطية وحرية المرأة هو الحل الأساسي لنا، ونعتبر هذه المرحلة هي مرحلة تاريخية بالنسبة لنا نحن كنساء، ليس فقط كمكون كردي بل كمكون عربي. نحن أيضا كان البعض يقول أن المرأة العربية هي آخذ حقوقها، لكن هي كانت فقط على الورق، بينما على أرض الواقع كان يتم تهميشنا نحن كنساء. لم يكن لنا أي دور فعال في المجتمع أو بناء المجتمع. مثل ما تحدثت زميلاتي، كان عمل المرأة يقتصر على بعض الأعمال، يعني هي الأعمال الروتينية. حتى الاتحادات كان هنا يوجد اتحاد نسائي، فبعد هذه الفترة قالوا لا داعي لهذا الاتحاد، أيضا المرأة قد أخذت كل حقوقها، وهذا طبعا عار على الصحة. لم يكن لنا أي تمثيل، أي إرادة. اليوم نحن أصبحنا نساء مناضلات، قياديات، رائدات في جميع المجالات. طبعا أثبتت المرأة ذاتها في هذه المناطق بظل الإدارة الذاتية، بانخراطها في البداية بالمجال العسكري حيث دافعت وقاتلت جنبا إلى جنب مع الرجل، واستطاعت أن تقود أيضا في الخطوط الأمامية، كانت هي دائما السباقة. طبعا نحن مدينين كنساء هذه المنطقة أيضا للفكر والفلسفة والإيديولوجية التي جاءت إلينا. كنا نحن نجهل ما مدى
أهمية حرية المرأة، وأن تكون المرأة هي حرة وتستطيع أن تحدد أهدافها وتكون هي صاحبة قرار. طبعا نحن كجميع الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا نتحد معا ونتضامن معا لكي نمنع أي هجوم تركي على مناطقنا. رأينا ما يحدث في المناطق المحتلة في عفرين، في تل أبيض، في رأس العين أيضا. رأينا كيف كان هناك تغيير ديموغرافي لهذه المناطق. رأينا كيف ترفع الأعلام الدولية، أعلام دولة الاحتلال التركي في المناطق، كيف تم تشريد أيضا النساء والأطفال الذين هم الآن يعيشون في مخيمات لا تقي حتى برد الشتاء وحر الصيف. لم نرى أيضا أي تنديد للأعمال الإجرامية التي يقومون بها الاحتلال في تلك المناطق المحتلة، من تهجير، من قتل، من اغتصاب، من تشريد. طبعا لا أعرف الخطر الحقيقي على أردوغان هو مشروعنا كونه مشروع ناجح، مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية وهذا النهج. ونحن أيضا كنساء عربيات نقول بفلسفة الأمة الديمقراطية نحن سننتصر، وستكون ثورة المرأة وثورة المرأة في روج آفا هي مثالا لجميع نساء العالم. طبعا نحن نرفض أي احتلال وندين الاحتلالات والهجوم على مناطقنا أو احتلال المزيد من المناطق. طبعا نحن لا نعول على أحد، نعول على قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية التي ووحدات حماية المرأة بالمرحلة الأولى التي حررت هذه المناطق، فهي تستطيع أن نحرر مناطقنا وأراضينا وأن نستعيد ما سلب منا بالقوة. ونتمنى لو كان هناك فقط حظر جوي فنحن مستعدين لأن نتصدى للجيش التركي كامل وجها لوجه ونعيد أراضينا أيضا، ولكن أن يكون هناك حظر جوي. فطالبنا نحن كحركات وتنظيمات نسائية بعدة بيانات بالمسيرات بأن يكون هناك حظرا على مناطقنا حيث يتم استهداف البنى التحتية. والهدف أيضا من هذه الهجمات الأخيرة في عام 2022 طبعا كان هو الهدف هو تهجير المنطقة وأخلاء المنطقة، التهديد باحتلال المزيد من أراضينا مثل كوباني. رأينا كيف التصريحات الأخيرة لأردوغان باحتلال كل من كوباني ومنبج. هذا ما يدل على سياسة أردوغان الشوفانية كي يقوم بتهجير أهل المنطقة ويزرع الخوف في قلبهم، ولكن ما حدث هو العكس. فإرادة شعبنا كانت قوية، ترابط المكونات مع بعضها كان أقوى. خروج الآلاف من الأهالي لتشييع شهدائنا الذين راحوا ضحية القصف الاحتلال كان هذا أكبر تحدي وتصدي لأردوغان وللاحتلال التركي. طبعا نحن في هذه المناطق نعيش في شمال وشرق سوريا من جميع المكونات، نعيش بأمان والسلام أيضا. لا يوجد هناك أي فرق بين كردي أو عربي أو أرمني أو تركي أو يزيدي أو أي مكون كان، نحن نعيش في أمان. لكن يوجد هناك الكثير من الحرب الخاصة التي تمارس علينا من قبل الاحتلال التركي، فدائما يسعون إلى زعزعة الأمان، مثل ما رأينا في الفترة الأخيرة ما حدث من الأحداث في الرقة من خلايا إرهابية قامت باستهداف في الرقة. الآن تنشط هذه الخلايا بعد التهديدات التي جاءت من أردوغان بشأن عمل عسكري. فهذه التهديدات تقوم الخلايا بعدة تحركات حاليا في هذه المناطق وتنشط في هذه الفترة. رأينا عدة تفجيرات حدثت، ويعملون أيضا بالحرب الخاصة على وضع الفتنة بين المكونات سواء في المناطق العربية خاصة في منطقة دير الزور ورقة وهذه المناطق المحررة. ولكن وعي الشعب وتكاتف الشعب جنبا إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية جاء
الرد على أردوغان وفشل كل هذه السياسات التي تحاك ضد المنطقة. مارس علينا الكثير من السياسات بحق شعبنا ومحاولة قطع المياه منها. كانت هناك العديد من الحرب التي يمارسها أردوغان عدا الهجوم أو احتلال أراضينا. طبعا ما يدعيه من حجج وهي بمشروع انفصالي. نحن كعرب نعيش جنبا إلى جنب مع أخوتنا الأكراد في تشكيل هذه الإدارة الذاتية كموظفين كمرأة. نحن وجدنا الحل الأمثل والحل المثالي الذي وجدنا نفسنا فيه، وهو مشروع الأمة الديمقراطية ومشروع الإدارة الذاتية الذي نعيشه نحن في هذه المناطق. ربما هو ليس المثالي، ربما هناك البعض من التجاوزات، ولكن هذا هو مشروع جدا ناجح. فنحن إذا قيمنا ما نعيشه نحن الآن من أمان وسلام بظل قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية التي الآن هي موجودة على الحدود في هذه الأوقات لتتصدى لأي هجوم من قبل دولة الاحتلال التركي، يعطينا القوة. ونحن أيضا نقف إلى جانب قواتنا وحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية جنبا إلى جنب. لن نسمح لأردوغان باحتلال المزيد من أراضينا، وسندافع عن أراضينا وعن شعبنا أيضا بجميع مكوناتهم. طبعا مثل ما ذكرت الحجج الواهية التي يتحجج بها أردوغان، أنا دائما أقول لأردوغان: أين كنت حين كان داعش موجودة على الحدود لمدة 4 سنوات؟ لم تشكل داعش خطرا على أمنك القومي. لماذا الآن مشروعنا يشكل الخطر على أمنك القومي؟ على العكس، أردوغان سياسته هو للهروب من الداخل والسياسة الداخلية لتركيا، يحاول تصدير أزمته الداخلية إلى الخارج. رأينا أيضا هناك المفاوضات والمقابلات بين النظام وتركيا أيضا. فهذا دليل على من عول على تركيا. كيف الآن أردوغان باع المعارضة ويبيع على حساب الشعب السوري تكون هذه المفاوضات؟ الشعب السوري 12 عام وهو يعاني من التهجير، يعاني من القصف، يعاني من التشرد، يعاني من جميع أنواع الظلم التي مورست بحق الشعب السوري. نرى الآن كيف هذه السياسات تقوم بالمصالحات على حساب هذا الشعب بعد كل هذه السنوات. ومن هذا المنبر أنا أقول دائما نحن هنا في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا نقول أن حل الأزمة السورية يكمن في وحدة الشعب السوري مع بعضه، لا حل الأزمة السورية اللي بتكاتف السوريين مع بعضهم عبر الحوار السوري. ونحن كنساء أيضا في جميع الحركات والتنظيمات النسائية ندعم جميع الحوارات التي تجمع توحدنا نحن كشعب سوري. حل الأزمة السورية لن يأتينا من الخارج، علينا نحن كجميعا في سوريا أن نتكاتف لكي نجد الحل الأساسي. وفي النهاية أحب أن أوجه رسالة لجميع أمهات الشهداء والشهيدات اللواتي قضوا في هذه الأزمة السورية وفي شمال شرق سوريا خاصة، الذين دافعوا ليس لديهم أي هدف، لا مشروع انفصالي ولا أي شيء، على العكس هو مشروع وحل لجميع الأزمة السورية ولجميع الشعوب المضطهدة أيضا. وشكرا لكم. شكرا لك سيدة خود علي، ناطقة باسم تجمع زنوبيا. لقد وصلنا إلى نهاية وقتنا المحدد لهذه الندوة، ونسأل رفيقاتنا إذا كان لديهم أي مداخلة قبل أن ننهي لقاءنا. كان لقاء مثمرا وقد خرج عنه الكثير من النقاط المهمة. نشكر جهودكم ونحن جاهزات لتلقي أي مداخلة. إذا لم يكن هناك أي إضافات لدى الرفيقات سنقوم بإنهاء ندوتنا. شكرا. لو سمحتي. تفضلي سيدة أمينة، تفضلي.
بالبداية ركزت القيادية بيان على نقطة مهمة، أنه استفدنا فعلا من التجارب المرأة عبر التاريخ، ولكن أحيانا عندما نتمعن بالشخصيات التي لعبوا دور مهم في التاريخ ركزت على بعض الأسماء، ولكن دائما نقول بأن كشخص بدون وجود تنظيم فلا تستطيع أن تترك لها بصمة بالتاريخ. فلذلك المرأة المنظمة بإمكانها أن تعمل تغيير جذري، وبإمكانها أن تبسط أن تكون لها بصمة في التاريخ تنذكر إنجازاتها. فإن لم نكن منظمين ربما مثل ليلى قاسم وسنام حيدري مجرد شخصيات لا أكثر. فإن لم يكن وراء هذه البطولات تنظيم تحافظ هذا المكتسب بالنسبة للمرأة سوف تكون تجاربنا أيضا. فلذلك أحيانا الجانب التنظيمي عندما نركز عليها لهذه الأهمية، بأن الشخصيات النسوية اللواتي لعبن دورا بطوليا وتاريخيا في بعض المراحل نتيجة عدم وجود تنظيم نسوي خلفهم تحافظ على الهدف والطموح الذي ضحوا بأنفسهم من أجلها، فبقت فقط كأسماء تنذكر لا أكثر. وهذه الأسماء وهذا التضحيات لم تساهم بهذه الفعالية بحيث يعمل تغيير جذري بالدستور يضمن للمرأة حقوقها بشكل عام. فنحن نوعا ما بشمال وشرق سوريا نركز على الجانب التنظيمي للمرأة. عندما تكون المرأة واعية ومنظمة أرجع وأقول ليست بإمكان أي قوة أن تقف عائقا وتمنعها من الوصول إلى أهدافها المرجوة التي تطمح لها المرأة بالشمال وشرق سوريا. هاي النقطة حبيت أضيفها يعني مشان. شكرا لك. إذا كان لدى الرفيقة بيان أي تعليق أو الرفيقات الأخريات نحن جاهزات للتلقي، سنكون سعيدات. بنهاية الحوار أشكر الزميلات على النقاط المهمة التي تطرقنا إليها. وبحلول العام الجديد نجدد العهد على الاستمرار في المقاومة والتصدي لأي صعوبات وعوائق حتى تحقيق النصر والوصول إلى حياة ندية حرة. وأتمنى رسالتي إلى كل النساء في العالم وإلى كل الشعوب، أتمنى أن يكون هذا العام عام أخوة الشعوب، عام العدالة والسلام والديمقراطية، وعام الحرية لأصحاب الفكر الديمقراطي. وشكرا. شكرا، كل عام وأنتم بخير. وصلنا إلى ختام ندوتنا. شكرا لجميع الرفيقات، شكرا على النقاط الهامة التي ذكرتموها. وباسم مكتب العلاقات العامة لوحدات حماية المرأة أشكر المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة على هذه المبادرة الجيدة والمثمرة، وشكرا لتعاونهم ولتعاونكم أيضا. شكرا لكم.